من الاول والاخير بمشروعات شباب الخريجين، ازاي ادعم شباب الخريجين في ان انا اسهل لهم، اقول اعمل مقترحات برغبه في قوانين تسهل عمل شباب الخريجين اللي زيي، وخصوصا في توطين التصنيع الزراعي وتنميه المجتمعات المحليه الصغيره، لان ده هي دي التنميه الحقيقيه المباشره. صحيح. المدن الصناعيه بتعمل كل حاجه صحيح. لكن اللي بيروح المدن الصناعيه دايما بتبقى في اطراف المدن الجديده. صحيح. لكن المجتمعات المحليه دي هتروح تشتغل فين؟ فلما اعمل مصنع في كل قريه بتمتهن مهنه او حرفه معينه زي اللي احنا بنتكلم عليه ده بتعمله هيئه تنميه الصعيد، مش بس بقى في الصعيد، كمان في وجه بحري، تمام؟ يبقى الاهتمام بهذا النوع من التصنيع والتوطين بيدعم وبينمي المجتمعات المحليه ويوفر فرص عمل، وكمان يساعدهم بان هم يسوقوا منتجاتهم افضل تسويق، يصنعوا المنتجات اللي يعني انت رايح باجنده تنمويه زراعيه صناعيه في هذا الاطار للشباب بالاضافه لتطوير الري الحقلي. تطوير الري الحقلي، احنا سيادتك النهارده الريف المصري القديم بيستهلك ميه كتيره جدا. صح. لو انا قدرت النهارده اطور احول للري بالطريقه، هوفر اكتر من 50 ل 60% من الميه اللي موجود عندنا. داخلين مثلا بنتكلم في ازمه ميه، طب نعد من ده ازاي؟ ما احنا عندنا زراعات، احنا بنزرع غمر في زراعات مش زي مثلا الذره يروى على الري بالتنقيط، كل الزراعات البرسيم يروى على الري بالرش. صحيح. معايا سعادتك؟ صحيح. القمح يروى على الري بالرش. طب الري بالرش ده يوفر لي قد ايه؟ اكتر من 50% من الميه اللي بناخدها في الزراعه. فاهم؟ فبرضه دي عايزه مقترح برغبه، وعايزه قانون ينظم العمليه عشان نقدر نوفر الميه ونقدر نرفع صحيح. انتاجيه الفدان في الدلتا القديمه، لان انا عندي 8 مليون و600 الف فدان في الدلتا القديمه. لو رفعنا انتاجيه الفدان ل 25% بس، فانا ضفت 2 مليون فدان جداد بدل ما استصلحهم. الاستصلاح بيصرف اكتر من 300 الف جنيه الفدان. طيب بالاضافه ان كمان عايزين احنا بنقول ان السيد الرئيس عمل 4 مليون ونص فدان، هيوصلوا ان شاء الله ل 5 مليون فدان في 10 سنين. مصر في 7000 سنه بتزرع في 8 مليون و600 الف. احنا ضعفنا مساحه المعمور كله في مصر. حلو. من 7 ل 14 لو عايز بالظبط. لو احنا بقى بنتكلم في ان عندنا 5، طب لو ضفنا 2 من القديم في الانتاجيه من خلال الانتاجيه والنشاط الزراعي، يبقى احنا وصلنا لما يقرب من 16 17 مليون فدان من حيث الانتاجيه، مع توفير ميه كتير. فالمقترحات دي لابد انها تبقى موجوده في ودي من ضمن اهتماماتنا ان شاء الله. والله يعني الحديث شيق، والحديث عن نجاحات بيبقى حديث فيه شغف لمعرفه المزيد.